أوقات بنلاقي نفسنا كده واقفين قدام التلاجة مش علشان جعانين، علشان زهقانين، متوترين، زعلانين، عاوزين نحس بأي حاجة حتى لو الحاجة دي كانت حتة شوكولاتة. ده اسمه الأكل العاطفي، وده فيديو من سلسلة اللي محدش بيحكي عنه. الأكل العاطفي هو لما بناكل مش علشان جسمنا جعان، علشان قلبنا تعبان، حاسين إن احنا زعلانين، متضايقين، زهقانين، أو حتى فرحانين قوي. بناكل مش استجابة للجوع، استجابة لمشاعر احنا مش عارفين نتعامل معاها. طب انتوا عارفين ايه الفرق بين الجوع العاطفي والجوع العادي؟ الجوع العادي بيجي تدريجي، الجوع العاطفي أنا عايزة آكل حالا. الجوع العادي بيروح بعد شوية. الجوع العاطفي لا، أنا ما زلت عايزة آكل دلوقتي. الجوع العادي لما بناكل بنحس بالشبع والراحة. الجوع العاطفي بنحس بالذنب والفراغ والزعل. طب انتوا عارفين ايه المشاعر اللي بتخلينا نلجأ للأكل العاطفي؟ الزعل، لو احنا زعلانين أو واجهنا موقف ومش عارفين نعيط ولا نواجهه، بنعمل ايه؟ بنروح ناكل طبق بطاطس. الملل، لو احنا حاسين ان احنا زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها، فنقوم نعمل ساندوتش. التوتر، الضغط النفسي بيخلي جوه جسمنا طاقه كبيره ومش عارفين نخرجها، فبنقوم مخرجينها في الاكل. طب اعرف ازاي ان انا عندي جوع عاطفي؟ لو انا باكل مره واحده من غير سبب واضح، لو انا باكل من غير ما احس ان انا جعانه، لو انا باكل وبعد كده اقوم حاسه بالذنب، احتمال كبير بتلجأ لي الأكل عاطفيا مش علشان خاطر جعانة. أنا مثلا في وقت من الأوقات كنت كل ما أتوتر وأزعل أروح على درج الحلويات، وأحس إن أنا بطلع الطاقة دي من بطني مش من قلبي. بس في النهاية كنت بخلص أكل، برضه بفضل أحس إن أنا زعلانة، وأفضل في الدايرة دي. آكل، أتوتر، آكل، أتوتر، أحس بالذنب، آكل، أتوتر، أحس بالذنب. زي اللي يقول لك كده، انا بحب احلي بعد كده حدق، بعد كده حلي بعد كده حدق، دايره ما بتخلص. طب نعمل ايه علشان خاطر نخرج من الدايره دي؟ اول ما تحسي ان انت عايزه تاكلي، اسالي نفسك، هو انا باكل علشان انا جعانه ولا علشان انا زعلانه؟ استني 10 دقايق، شوفي احساسك هيتغير ولا لا. اسالي نفسك، انا محتاجه اكل دلوقتي علشان انا جعانه، ولا زهقانه، ولا متضايقه، ولا محتاجه الامان؟ كلمي حد بتحبيه، اسمعي مزيكا، خرجي مشاعرك على ورق بدل ما تاكليها، اكتبيها. اخر حاجة احب اقولها لك ان احنا كلنا بشر وكلنا بنضعف، بس اللي يفرق ان انت تكوني واعية وتبدأي تحبي نفسك صح. كل مرة انت مش بتاكلي فيها علشان تهربي، ده انتصار صغير بيقربك من نفسك ومن راحتك الحقيقية. ولازم تعرفي ان انت مش ضعيفة، انت بس بتدوري على الطبطبة والامان. اكتبولي في الكومنتات لما بتحسوا ان انتوا عايزين تاكلوا من غير ما تكونوا جعانين، بتاكلوا ليه؟ علشان خايفين ولا متوترين ولا زعلانين؟